خلي بالك لو بتتصور بسلاح ممكن تتحبس 25 سنة وتدفع 10 مليون جنيه غرامة. طب ازاي؟ لازم نركز في الموضوع ده، مهم جدا، ونتابع الفيديو للآخر مع بعض علشان نفهم كل التفاصيل. أول حاجة، القانون أو المادة 26 مقرر من قانون الأسلحة والذخائر فرقت بين 3 حالات. الحالة الأولى لو كان السلاح ده اللي انت متصور بيه مرخص، ففي الحالة دي هتكون العقوبة الحبس لمدة أو بداية من 6 شهور لحد 2 سنين، بالإضافة لسحب السلاح طبعا ورخصة السلاح وغرامة 10,000 جنيه. طيب الحالة التانية لو السلاح اللي معاك ده مش مترخص، يبقى هتتحبس 5 سنين ل15 سنة، تمام، بالإضافة لغرامة تصل ل500,000 جنيه. طيب ايه الحالة التالتة؟ الحالة التالتة لو انت متصور بالأسلحة دي او مصور الأسلحة دي على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ترويج الأسلحة دي، يعني انت من الآخر عندك تجارة سلاح وبتروج لتجارة السلاح دي، ففي الحالة دي العقوبة هتوصل لحد السجن المؤبد 25 سنة، والغرامة بتبدأ من 2 مليون جنيه ل10 مليون جنيه. فياريت يا جماعة لو حد منزل صور بالسلاح او منزل حاجة من هذا القبيل يشيلها، لان الموضوع كبير جدا. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.